سلام، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة جبت لكم فيها مملحات اللي دايرين حالة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما مملحات الخوخة لكن بالعجينة على طريقتي، وجبت لكم معاهم اون سوب. تبعوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجة بديت بلا سوب، في قدرة درت شوية زيت سونغو، شوية زيت زيتون وقطعت البصل. يعني نتوما ديروا الكمية اللي يعني على حسب افراد العائلة، ونخليه يتقلى. انا درت شوية برك، ندير له شوية ملح. انا نحب لاصوب تاعي، نحب النكهه شويه زعتره وشويه رند. تحبوا ديروا غير رند. هنا الزروديه كنت غسلتها قطعتها، درت كميه تاع زروديه، كل واحد يدير كيما يحب سيديغو. كانت عندي حبه بسباس، قلت علاش لا ما نزيدهاش. زدتها لاصوب تاعي، غسلتها مليح، قطعتها ونضيفها لاصوب. انا ما نديرهاش لاصوب، ما نديرهاش بارد في بارد، نحب نقلي شويه الخضره. هنا بطاطا، ما نحبش كتر البطاطا، درت بطاطا صغيره ونخلي الخضره تاعي تتقلى. نضيف لها شويه فلفل كحل، كاضافه ندير لها شويه سكنجبير، يعني هو مليح ويمدلها بالماء. تحبوا تنحوه نحوه. كي تتقلى لي كامل الخضره راني رايحه نمرقها بماء سخون، نخليها تكتك شويه تغلي. كي نشوف الخضرة كامل طابت لي ويعني قاعد الماء قيس ما نرحيها، نطفي لها بعد ما تغلي مليح. هنا درت لها شويه فرomاج بلون. كي تكون عندكم كريم فريش ديروا لها كريم فريش. انا ما كانش عندي، درت غير شويه فرomاج بلون وشويه زيت زيتون. ومن بعد نرحيها. كي يكون عندكم بلندر يعني جوزوها في البلندر خير. انا رحتها غير بالبغا ميكسور. هاي ليك، هذه هي لا تيكستور تاع لا سوب ديالي. ودوكا نروح نجوز المملحات، يعني حنجوز للحشو. قبل انا سبقت طيبت الحشو، درت شويه زيت شويه زبده، قطعت البصل مربعات صغار. قلت لكم الحشو ديجا كيما تحبوا. هنا كاضافه للحشو تاعي درت حبه زروديه رابيتها، يعني ريحه تمد حلاوه وتزكي لكم شويه لافاغس. ودرت شويه ملح. هنا كان عندي شويه صدر رحيته، اسمع عندي بولي اشي. نضيفو البصل ديالي ونحلو مليح، نديرلو شويه فلفل كحل وشويه توابل دجاج. هذا واش درت في لافاغس ديالي، ونخليه يطيب مليح يتقلاو مليح مليح. هنا كاضافه درت تانيت شويه زيتون، دي نوايوتي قطعته، وشويه فرomاج بلون. هنا حتى كي طفيت على لافاغس ديالي باش درت الفرomاج. هنا زدت له شويه معدنوس، يعني لافاغس ديروا كيما تحبوا فيونداشي بولي اشي وتجي معسله وبنينه. دوكا نروح للعجينه. عندي 300 غرام فرينه، نديرها في الريسيبيون ديالي. ندير مغرفه ماشي معمره مليح، تاع مغرفه تاع اكل تاع خميره الخبز، ومغرفه ماشي معمره تاع السكر. نخلطهم وندير مغرفه صغيره ملح، ما تكتروش بزاف الملح. وهنا عندي 4 كاس زيت. نسي ندخل هداك الزيت مع الفرينه، نبسس هذيك الفرينه ديالي، ندخلها مليح. وسيرت هاد العجينه يعني رايحه نضيف لها مغرفه تاع خل، نخلطها مليح. هنا عندي كاس حليب ندفيوه، وبه لاني رايحه نلم العجينه ديالي. لموها مليح وعجنوها شويه برك، ماشي حاجه ما تعجنوهاش بزاف، يعني هاد العجينه ماش حتعبكم. ونخلوها تخمر واحد نص ساعه 45 دقيقه. تشوفوها ارتاحت وضاعف الحجم تاعها. انا هنا كنت قسمتها باش تساعدني في الخدمه. هنا درت شويه زيت في بلون دو طرافاي، ديري شويه زيت. نحطوا العجينه
نزيد شوية زيت من الفوق ونحلها، حلوها رقيقة، يعني ما تخافوهاش هاد العجينة رايحة تتحل معاكم وما يصرالها والو، حلوها وقطعوها دوائر، يعني دائرة على حسب نتوما لا فورم راكو حابينها. نزيد نسقمها شوية بيدي، نقطعها شوية، ندير حلة هكا، نحط لافاغس، يعني في القطر نحل هكا ونقعد ندور، ومن بعد العجينة اللي تبقى نجيبها للعجينة الأخرى، نطمها مليح، نغلقوها مليح من التحت باش ما تخرجلناش لافاغس، و en même temps راكو تسيو تشكلو شكل الخوخة، نخلو هاديك العجينة نسقموها مليح، هذا هو الشكل ديالها. نزيد نحل معاكم وحدة، في القطر تاع العجينة نقطعو شوية، نحطو لافاغس، تحبو تزيدو لها الفخوماج من الفوق ولا تكتفيو غير بهداك الفخوماج البلون اللي تزيدوه في لافاغس، ونبدا نقلب هكا، نقلبها على شكل دائري ونغلق مليح، والعجينة اللي بقات نقلبها على هداك اللي كنت دورته، نغلقها مليح من التحت، وهذيك العجينة نسقمها مليح، وانتوما او ميم طون نتوما تغلقوا فيها سقموها على شكل خوخة. هذا هو الشكل تاعهم. انا درت بابي كويسون حطيتهم في البلاطو، هنا عندي حبة بيض برك ما زدت لها والو، وندهنهم كامل باش يعطونا تحميرة شابة. لافاغس كيما قلت لكم تحبوا ديروا اي حشو حبيتوه، تحبوا ديروا اضافات ولا تنقصوا عفايس، يعني تولي ليكم واش تحبوا واش كان عندكم في الدار. ندهنهم كامل، وانتم سقموهم شويه، يعني ماشي لازم خوخه خوخه، مي يجوا الشكل يشبه الحبه خوخ. هذيك العجينه سقموها مليح بيديكم، انا هنا كنت زينتهم بوريقه معدنوس وشويه جلجلان وشويه تاع هذاك خليط الخبز، يعني يتباع هكاك خليط تاع الخبز، ندخلوهم للفوق حتى يطيبوا من التحت، ومن بعد نشعلوا لهم من الفوق ياخذوا التحميره الشابه. هادو هما المملحات الخوخة يعني على طريقتي. هنا كانت بقات لي العجينة، ما حبيتش نكملها خوخات، هاد العجينة كنت انا ندير بها هاد المملحات. نحل العجينة على شكل كاري ونحط لافاغس، دوك تشوفوا كيفاش نحطها هكا طوي، نحطها على حسب العجينة، نسقم لافاغس ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا، ونبدا ندور في العجينه، يعني ندير ان بودا ندورها مليح. العجينه سهله ما تخافوهاش، ديروا لها غير شويه زيت وريحه، يعني ما تلصق لكم يعني طاوعكم، ونقطعهم مقروطات. انا درت دو بودا وقطعتهم مقروطات، نحب هذا الشكل، كيف كيف ندهنهم بالبيض، وندير لهم من الفوق تحبوا الا كان عندكم ساندويتش اي حاجه، ندير لهم انا كان عندي جلجلان و... وهذاك خليط الخبز، وندخلوهم للفوق، يعني نطيبوهم بنفس الطريقه، يطيبوا لنا من التحت وياخذوا لنا تحميره من الفوق. هادو هما المملحات تاع الخوخه، يعني اول مره نجربهم قلت علاش لا ما نجربهمش معاكم، ما حبيتش ندير العجينه لا يدور، درت العجينه يعني لي مالفانا نستعملها في المملحات. عامليك مملحات المقروطات يعني لي درتهم، وهم لي كاد يعني يجو بزاف بنان، يجو بزاف خفاف وما يجوش معجنين لداخل، يعني حنا كليناهم بلا سوب، هاي ليك لا سوب ديالي. المملحات ننصحكم تجربوهم وتعتمدوا هاد العجينه، يجو بنان، لافاغس تجي معسله لداخل، والعجينه يعني خفيفه ما تحسولهاش. دوك نقسم معاكم وحده وشوفوها لداخل، يعني تجي هايله العجينه قطنيه بزاف. ننصحكم هادو الرمضان، دوكا وجاي رمضان ان شاء الله، يجوا بزاف بنان خفاف، ويعني تولوا مدمنين عليهم. هاي ليك شوفوا لداخل كاش تجي، وهادو هما المملحات الاخرين يجوا مرقين لداخل. ان شاء الله لا فيديو تكون نالت الاعجاب تاعكم والوصفه تانيت. ما تنساوش جيم وابوني. سلام.